اوعى يا اهلي يحصل زي ما حصل في السوبر الافريقي. يلا بينا. طبعا مباراة الاهلي والزمالك يوم 22 يوم السبت الجاي اللي هو بعد بكره، ماتش في الدوري، ماتش مهم جدا، مباراة القمة. الكل بينتظر مباراة القمة. عندنا بقى شوية أفكار في دماغنا دلوقتي إن الأهلي سكواده أعلى والزمالك واقع وما بيفوزش، وإحنا الحمد لله ماشيين وراكبين وفايزين والكلام ده كله. فالموضوع ده مش طالع من دماغي وبيفكرني باللي حصل في السوبر الأفريقي، بيفكرني باللي حصل في السوبر. كنا نفس الموضوع، الزمالك واقع ومش بيفوز وإحنا دايسين وفايزين ومعانا سكواد ولاعيبة وخسرنا. فعايزين نركز كويس جدا في المباراة. اللي عرفته إن كولر فارض يعني سيطرة على المعسكر، وعامل معسكر قبلها بيومين وبص، وفارض سيطرة على اللعيبة بحيث ان مفيش تواصل اجتماعي، مفيش. فاحنا عايزين نركز جامد جدا في المباراة. طبعا الإصابات والتشكيل، طبعا التشكيل مش هيختلف كتير عن الماتش اللي فات، بس ممكن وسام يبدأ أساسي. طب عندنا ايه تاني؟ عندنا بن شرقي راجع وفيت وكل زي الفل، بس بن شرقي مش هيلعب الماتش اساسي، بس هينزل مثلا في اخر نص ساعه، في اخر ربع ساعه ممكن يبدا اساسي. بن شرقي بقى له كام يوم بينزل التمرين وما عندوش اي مشكله، فمش عايزين ان احنا برضو نستعجل عليه بحيث انه لما يرجع كويس. الماتش هيكون ماتش مهم جدا، بيتم مركزه ماتش القمه، يعني محدش بيتوقع ماتش القمه. مهما كنت انت قوي ممكن الفريق التاني يفوز عليك، فعايزين نركز كويس جدا وان شاء الله نفوز النادي الاهلي.